تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي. بمناسبة أول رجب، احنا النهاردة كنا صايمين. كل سنة وانتم طيبين، ويعود عليكم وعلينا بخير يا رب. كل اللي ان شاء الله يتمنى يزور النبي ان شاء الله ربنا ينورها له، ونكون كلنا صحبة هناك ان شاء الله. يا رب يعود علينا وعليكم بالخير يا رب. انا هكلمكم النهارده هنحضر الارنبه اللي هتولد ازاي، هنحضر لها ايه او احنا هنعمل ايه. وكمان بصوا الحراميين. وكمان هقول لكم برضو على تعرفي الارنبه الحامل ازاي بأنهي طريقه عشان ما تضرش الجنين اللي جوه بطنها. هعرفكم برضو كذا حاجه. تابعوني وهتستفادوا من الفيديوهات بتاعتي كتير ان شاء الله. ويا ريت تشتركوا معايا اللي ما اشتركش، وتحطوا اللايك. اهم حاجه حطوا لي اللايك وعرفوني ان انتوا فيديوهاتي بتعجبكم باللايك وبالتعليق الحلو. التعليق اللي هو بيبسطني وبيخلي يعني بعد ما ببقى محبطه يعني ان انا مش هنزل حاجه تاني وخلاص حلو كده. والله التعليقات بتاعتكم بحس ان انتوا اخواتي وبتشوفوني وكده، فيا ريت تحطوا لي اللايك. انا هنضف لهم وهفرش لهم نشاره نظيفه قبل ما احط لهم الاكل زي ما احنا اتفقنا كده. طبعا هم جعانين قوي، مش بيسألوا فيهم. وانا زي ما انتوا عارفين ان انا ببقى لسه داخله من المحل، ببقى حاطه لهم الاكل والله قبل ما بخرج. يعني لو عايزين يتنضف لهم بنضف لهم وبحط لهم الاكل قبل ما بخرج. بس هم واكليني ما شاء الله كتير فبيقعدوا اكل على طول، فبفضل اقول للعيال حطوا لهم كذا كذا. ممكن يحطوا مره ومره لا. طبعا الواحد اصلا ما كانش بيتابع الحاجه، هم يسالوش اصلا. هفرش لهم بقى النشاره نضيفه، افرش لهم النشاره النضيفه واحط لهم بقى الاكل وهوريكم هنعمل ايه. والله بصوا، هي اي حاجه انتوا بتعانوا منها خلوا بالكم هي مرت عليا. يعني مساله واحده حبيبتي بعتها بتقول لي اللي يعني الارنبه ولدت وعوروهم او كلوهم او كده، يعني حاجه زي كده. يعني هي عايزه تقول لي ان هم كلوهم، فيعني معورينهم جامد واكلينهم كده. ما عرفتش يعني توصل لي المعلومه صح. ف كل ده مر عليا، خلي بالكم بتحصل يعني. معلش هو من يعني مع كتر الارانب لما يكونوا عدد كبير في مكان واحد فوارد ان دول يدوسوا عليهم، دول يعوروهم، دول ياكلوهم. فانت اي ارنبه هعرفكم بقى ان انت ازاي تعرفي الارنبه تكون حامل ازاي. هعرفك برضو يعني تجسيها ازاي عشان ما تضرهاش. يعني مثلا ديت، بسم الله الرحمن الرحيم، الارنبه اهي ماشيه عند وركها اليمين ده وركها اليمين. تمام. بتجسي بقى في الحته دي كده. بصي هي همت بالراحه قوي يعني ما تفعصيش فيها. بصي هم تحت ايدهم، هم في المكان ده بالظبط كده اهو. قربي احلام كده. بصوا اهو هم حتى باينين اهم. الله اكبر اهم من تحت اهي، من تحت ايدي بالظبط.
هي الحته دي اللي انت تجسي منها، هما بيبقوا يعني هو ده بيت الولد بتاعهم من هنا كده. اللهم صل على النبي. دي كده يعني حامل، بس هي لسه شويه. تمام. دي بالنسبه لان انت تعرفي اللي هي الحامل ازاي. بصوا كده، هو ده الذكر اهو اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. ده اللي هو الذكر اهوت. دي عملية اللقاح. هو بيجري وراها يعني اهو. تمام. تمام. انا بعرفكم برضو كل حاجة. دي عملية اللقاح. انا بعرفكم ان هم خلاص كده ان شاء الله يعني هينجبوا معايا. تمام. فاحنا هنصبر يعني اسبوعين كده ان شاء الله يكون ربنا كرمنا فيهم. ده بالنسبة لان احنا ازاي بنعرف الارنبة تكون حامل ازاي. وكل ما يعني انت جستيهم اهوت. انا والله العظيم بعرف عدد الاجنة اللي جوه البطن تقديرا، يعني ممكن ايه اقول 5 يطلعوا مثلا ايه 5 او 4 او 6. هو بالتقدير يعني ممكن اقول ايه يعني ان هو في بطنها 1 بس بيطلع فعلا 1. لان الواحد يعني الحاجات دي مرت علينا كتير. وكنت انا بحب ان انا ايه اعرف ان هم هيولدوا امتى بالظبط عشان امن لهم المكان وكده. واحط لهم الحاجه اللي هم هيولدوا فيها، لان انا لو حطيتها طول الوقت بيقلبوها وبيخشوا يعملوا حمام فيها يعني بيبهدلوها. فانا لازم ان انا بحطها قبل ما يولدوا كده بيومين 3 ان هم بقى يجهزوا لنفسهم على طول. فانا هوريكم برضو انا هحط لهم ايه عشان هم برضو في 2 أو 3 هم قربوا يعني. فهبقى اوريهم لكم برضو في الفيديو الجاي. هوريكم اني اللي قربوا واني اللي هم هنحط لهم يعني وهيستعدوا يعني للولاده. تعالي يا احلام. بصوا هي دي هما بيولدوا فيها، بس انا هعملها نشاره. تمام. تعالى كده انت حشرت نفسك ده اهي. هيبقى دي ودي. تمام. هما بقى هيخشوا يولدوا جواها. هتقلها لهم برضو عشان ما يعملوهاش من مكانها كده. دي تقيله. تمام. هجيب برضو حتة خشبة او قالبين طوب هحطهم هنا اهو عند الحتة دي عشان الارانب ما تسحبش وتطلع منها. او ممكن ان انا اعمل كده مثلا. ماشي اهو كده. تمام. ان كده ايه هما كده يعني جاهزين في اي وقت يخشوا يولدوا. هيلاقوا المكان دوت متحضر لهم. ده المكان اللي هم هيولدوا فيه. فهم هيخشوا بقى يفرشوا ويقصوا ريشهم ويعملوا هم بيحضروا لنفسهم. بس انا بقى ايه بحط لهم الحاجه اللي هم هيولدوا فيها. لان انا لو ما عملتش كده بص الاقيهم ولدوا في الارض. وممكن برضو من الجايز ان هم يولدوا في الارض. ما يعني خلي بالكم والله كل حاجه مرت بيا برضو. الاقيهم مرميين في نص المنور هنا. الاقيهم دايسين عليهم معورينهم. ف يعني كل حاجة ما تحسبوش ان انا مثلا عشان ان انا مربية وجايبة وعاملة ان انا ممرش عليا. لا ده انا مر عليا كل حاجة. وبرضه هقفل كده عشان هما ايه ما يغرزوش جوه كلهم يعني. هو كده اللي هي عايزة بقى تخش تستخبى جوه او تحضر بقى لنفسها تخش. ما يبقاش كلهم يعني مع بعضيهم. لما انا الاقي اني واحده اللي هي بتحضر بشوفها اروح بقى ايه حبساها في اليوم دوت. عارفه ان هي تصبح والده بروح سايباها بقى ان هي خلاص. اروح قافله عليها المكان دوت. ممكن تنط برضو وتخرج بره. بروح مدخلاها تاني بس هي من نفسها لما بتلاقي نفسها قربت بتبقى عايزه تعزل نفسها عنهم. وبتخش بقى تولد هنا اهو. وانا برضو هعمل لهم حاجات برضو اليومين الجايين عشان برضو هم هيبقى عدد كبير يعني اللي هيولد. فانا لازم
يعني ايه ما اثرش معاهم برضو في اي حاجه. انا حطيت لهم البرسيم اهو، واحط لهم برضو شويه العلف. يلا تمام. ما تنزل يا حضرتك، يعني انزلي يلا كلي معاهم. قاعده بتتفرجي عليهم ليه؟ انها واقفه في البلكونه. انا دوت قشر البسله والله نفعهم كام يوم دولت. ان هم بياكلوا طول اليوم فيهم. ماشي. عايزه ايه؟ لا هي هتنزل. هي انت بتحط لها ليه فوق؟ لا عشان تاكل. طب وهي خايفه ليه تنزل؟ هي تقريبا هربانه من الضغط. ربنا يبارك له ويبارك لكم في اي حاجه تعملوها، ويكون ان شاء الله اللي ناوي على حاجه يكون دخل ان شاء الله يعني يكسبوا منهم، او اللي بيربي عشان ياكل وبتاع. انا والله العظيم ما انا من كتر ما انا كنت بذبح ورا بعض ورا بعض، كنت باخد هناك عند اخواتي وكده وبنعمل وعزايم منهم وكده. 3 و4 وبنعمل حلة قد كده ومسلوق ومحمر وعلى ملوخية وطاجن، وهوريكم كل حاجة. بس لما اذبح منهم هوريكم الأرانب دي بيتعمل منها أشكالات وألوانات. أي حاجة نفسك فيها أدام انت بتحب الأرنب نفسه، بتحبي الأكل يعني أكلهم، هتسلقي، هتحمري، هتعملي على ملوخية. أنا ساعات بطبخ عليه، يعني أنا بعمل عليه مثلا كوسة بسلة قلقاس، أي حاجة لأن إحنا بنحبهم. وبعدين أنا ساعات بيجي عليا وقت أنا يعني إيه زهقنا من الفراخ، ما معيش فلوس أجيب، فبيبقى ده تغيير وفي نفس الوقت حاجة بتنفع في البيت في أي وقت. بالنسبة للغلا اللي إحنا فيه دوت بالأخص، انا فرحانه ان انا عندي حاجه زي كده، لان كيلو الوراك بكام والفرخه بكام. لا انا مستنيه بس لما يولدوا اذبح، مثلا لو في ضغطين ولا 3 اذبحهم واشيلهم بقى في التلاجة، اعملهم على مرتين 3 كده. انا كل دوت هوريهولكوا على الطبيعه، انا مش هعمل حاجه من غير ما اوريها لكم. فواحدة اللي هي سألتني ان هي ممكن الأرنبة يعني الوالدة الجاية برضو يعملوا كده. ممكن يعملوا كده ادام هم خدوا على ان هم ياكلوا الولد هياكلوه. انا وريتك تجسيها ازاي وتعرفي هي حامل ولا لا ازاي. عايزة تعزليها اول ما تعرفي ان هي حامل اعزليها. هي ما بتطولش، هي الأرنبة بتقعد بتاع 28 يوم عبال ما يعني بتولد. اعزليها. ادام انت شفتيهم في بطنها وجستيهم وباينين، يبقى هي كده قربت قدامها اسبوع. لان انت لو جستيها وحسيتي ان يا لا، يبقى هي كده لسه في بداية الحمل او مش حامل خالص. فادام بانوا في بطنها وجستيهم وتحت ايديكي شايفاهم، يبقى هي كده قربت اسبوع، 10 ايام بالكتير. تقومي حبساها لوحديها بعيد عن الذكر. لو انت عندك عدد كبير ابعديها عنهم خالص. كل أرنبة هتولد ابعديها، اعزليها عنهم. تمام. عشان حرام، ده الأكل غالي، وحتى شوية النشارة دول غاليين. التنظيف بتاعهم برضو خلي بالكوا. برضو أنا دخولي عند الأرانب وإن أنا بنضف لهم وبتاع هو ده اللي تعب عينيا. برضو العمليات مش نافعة معايا. فبرضه هم مكلفين، يعني في الوقت اللي احنا فيه ده هم مكلفين يعني بيتكلفوا. فمعلش يعني يبقى احنا نحرص على اي حاجة. خسارة خسارة فعلا. فربنا يزيدكم من نعيمه ان شاء الله. فيا ريت الفيديو لو عجبكم حطوا لي اللايك واشتركوا، اللي ما اشتركش يشترك معايا في القناة. انا مش بلح كل مره في الاشتراك وفي اللايكات وفي الحاجات دي، بس انا اختكم طبعا، ولو انتم مستفادين مني بالفيديوهات ديت يا ريت ان انتوا تشجعوني عشان اقدر ان انا اعمل لكم فيديوهات تاني. ربنا يبارك لكم يا رب، وربنا يديم ما بيننا يا رب، ويديمكم في حياتي. انا لسه ما اتعشتش والله. انا قلت اعمل لكم الفيديو الاول واصلي وبعد كده اقعد اكل يعني.
تمام. وانا عايزه بقى استاذنكم لحسن حمزه نازل من عند امه التانيه بقى فوق، هو بيقعد فوق، فوزعته عشان ما يتعبكوش. هو بيخبط الوقت اهوت، فانا استاذنكم عشان اريحكم بس شويه، وبعد كده هرجعه لكم تاني يعني. فيا ريت يكون الفيديو عجبكم يا حبايبي، واشوف وشكم بخير. سلام عليكم يا حبايبي.